المقاتل الإسرائيلي مقاتل شرس في التعامل معه، أم تعتقد أنه في حروب قادمة يستطيع العرب أيضا أن يحققوا انتصارات على الإسرائيليين دون مخاوف؟ عندما يكون متفوقا في النيران وفي الأسلحة بيتصرف بشجاعة، ولكن إذا توازت الإمكانيات بيظهر روح الجبن بطريقة واضحة. وده بيؤيد لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قرى محصنة خط برليف، قرى محصنة، أو من وراء جدر الدبابات. الدبابة عبارة عن جدار، خدت بالك؟ ومع ذلك في كثير من الأوقات في حرب 73 كانوا لما بيشوفوا الموجات بتاعتنا بتهجم كانوا بيسيبوا الدبابات دايرة ويطلعوا جد. فالعسكري المصري إذا أعطي الفرصة وخصصت له المهمة التي في حدود إمكانياته يعتبر من أكفأ وأشجع المقاتلين. هل تتوقع قيام حروب قادمة بين العرب وإسرائيل، أم أن حرب أكتوبر كما ذكر البعض ستكون نهاية الحروب؟ من المؤكد أنه ستكون حروب قائمة، ويؤيد ذلك الإيمان بالله وبكتاب الله ورسوله. يعني أنت البعد الإيماني لا تسقطه أبدا لا من إطلاقا. قضية المواجهة. هو احنا من غير البعد الإيماني يبقى نسوي شيء؟ احنا بدون الإيمان لا شيء، نبقى كأي شخص عادي. الإيمان هو الأساس، وكلمة الله أكبر هي عنصر أساسي من النصر. العظيم في هذا ان هذه الرؤية الإيمانية تؤيدها الرؤية الاستراتيجية. لأن الرؤية الاستراتيجية كمان بتقول لك ايه؟ لابد إن عاجلا أو آجلا ينتصر العرب على اليهود أو على إسرائيل.